نشوف احنا الخيبة الأكبر اللي عملتها الحكومة مشكورة بارك الله فيها وفي الشيخ قنديل. الأرقام دي عاملها مصطفى النجار، في موضوع منشور في الأهرام النهارده عامل الأرقام دي مصطفى النجار حول جدول بالزيادات المفروضة والمنتظرة على القطاع السياحي. احنا في عرض سايح النهارده المصري اليوم السابع في صفحة 3 اللي هي صفحة رئيسية، يعني دلوقتي بقت صفحة 3 دي صفحة رئيسية زي الأولى. يعني السياح الإيرانيين جم مصر واشتروا حاجات ب10,000 دولار. يا خبر أبيض، خبر مهول. شفتوا المسخرة اللي احنا فيها؟ احنا كنا بندخل 12 مليار دولار من السياحة. طيب السياحة وقفت نتيجة الثورة ونتيجة الحاجات اللي حصلت والحاجات اللي حصلت. طب دلوقتي في ايه؟ دلوقتي في سياحة واقفة، مراكب بتطلع فيها، المركب اللي بيبقى فيها 120 سايح فيها 20 سايح، مركب بتطلع خسرانة قبل ما تطلع، ولكنها بتطلع عشان لازم تشتغل ولازم في موظفين بيشتغلوا ولازم 20 سايح هنرميهم في الزبالة، يعني لازم نشتغل لهم. هنعمل لهم ايه؟ الكهرباء زادت بنسبة 20% من أول يناير، ده على السياحة. خلوا بالكم السياحة المنهارة والمضروبة الكهرباء فيها زادت 20%. مياه الزراعة اللي هي اللي بيرشوا بيها الجناين في الفنادق والأوتيلات والحاجات دي كلها، طبعا اللي هي في شرم الشيخ وفي الغردقة وفي مرسى علم وفي غيره وفي غيره، الجناين دي حاجة مهمة جدا. زودوها من 50 قرش ل6 جنيه المتر، يعني من 50 قرش ل6 جنيه. رسوم المغادرة من 15 دولار ل20 دولار. رسوم الآثار زودوها 25%. هو في حد بيروح؟ هو في حد بيروح أصلا؟ هو في حد بيروح الآثار يتفرج عليها عشان تزودوا لي 25%؟ السولار من جنيه و10 ساغ ل5 جنيه و20 قرش، يعني زيادة كام في المية؟ 400% ولا ايه؟ مش عارف، ما اعرفش. بس 1 و10 ساغ ل25 قرش، يعني زيادة 400%، 500%، 600%، أي حاجة في المية يعني. رسوم التأشيرات من 15 دولار ل20 دولار. تراخيص ومحليات من 20% ل 25%. الخضروات والأطعمة من 20% ل 30%. يا نهار اسود ومنيل، ده انتوا بتخربوا في البلد، ده انتوا بتخربوا في البلد. يعني حد تبقى عنده البضاعة مكدسة ويرفع السعر؟ ده في شرع مين ده؟ يعني قولوا لي في شرع، يعني مين العبقري اللي فكر في الفكرة العبقرية دي في الحكومة؟ ان بضاعة مكدسة عندنا، الآثار موجودة مركونة ومحدش بيجي، نقوم نرفع الأسعار. نقوم احنا لو متفقين، انا كشركة سياحية متفق مع سياح يجوا، طبعا ما اقدرش اخلي عليهم لان بقى نصاب، لان انا متفق معاهم على السايح هيجي هيكلف 500 دولار، دلوقتي بقى هيكلف 700 دولار. هجيبهم انا منين كصاحب شركه سياحيه 200 دولار دول؟ هبقى اجيب السائح بخساره؟ لا، هوقف الرحله بقى، هقول له خليك ما تجيش. ولا يجي يعمل ايه؟ فين وزير السياحه؟ سكت ازاي؟ طب على الاقل اذا كانت الاسعار دي فوق طاقه السيد وزير السياحه، على الاقل يغضب. فين؟ مش احنا عندنا وزاره اثار؟ فين وزير الاثار؟ على الاقل يغضب، يعني على الاقل يغضب، يقول لهم كده انتوا هتودونا في داهيه، يعني يغضبوا من رئيس الحكومه. يعني مانيش فاهم الحقيقه ولا فاهم اي حاجه. النهارده صبحي صالح عضو مجلس الشورى والمحامي وعضو مكتب الارشاد، امبارح في الجلسه اللي كانوا بيناقشوا فيها، وانا مش عارف ايه مجلس الشورى ده، ايه القصه بتاعته ده؟ ايه ده؟ ودونا في ده يقولوا عليا بقدر الصفو العام والسلام العلمي والسلام الاجتماعي والسلام الجمهوري، ويقولوا اي حاجه بقى. مالهم متلهفين كده على القوانين؟ ما يستنوا لما يجي مجلس الشعب يعملوا القوانين الضروريه. مالهم عمالين كل يوم يطلعوا قانون ليه؟ عايز اعرف في شرع مين ده ليه؟ ده اصلا بيعمل تشريعات استثنائيه. استثنائي لانه مجلس الشعب مش موجود،
ومش هيتواجد قبل بعد رمضان ان شاء الله، علينا وعليكم بخير ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين مبدئيا يعني. ايه بقى المجلس الشورى؟ طخ 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 طخ. اسمعوا بقى اخر تصريحات السيد صبحي صالح. طب لسه ما خلصت يا ريس. انت شفتوا كم واحد قاعد في المجلس؟ دول بيطلعوا قوانين ل 90 مليون. هل في حد يقول كده بالعقل؟ ادي المجلس انتوا شايفينه. شوفوا لنا صوره كده على الجنب ده ولا على الجنب ده. شوفوا لنا حاجه جايبه المجلس كله كده. إيه؟ فاضي. هيشوفوا دلوقتي المجلس ما فيهوش حد. وبيشرعوا قانون الحقوق المباشره السياسيه او مباشره الحقوق السياسيه. قانون في منتهى الاهميه. قانون في منتهى الاهميه. وناس اصلا اعضاء لهم كل التقدير كنواب وكل حاجه، لكن هم ما دخلوش عشان يشرعوا. ما ده هم قالوا لهم شرعوا يا جماعه عشان احنا مزنوقين. فلما نبقى مزنوقين نعمل المطلوب جدا، الضروري جدا، مش يلا 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 يلا, يلا. انا لما اقول دلوقتي ان استخدام الشعارات الدينيه في الانتخابات ده شيء مرفوض، لانه تدخيل الدين في السياسه بهذا الشكل الفج مش مقبول. لانه لو انا هستخدم الشعارات الدينيه، في غيري عنده شعارات دينيه اخرى ونازل الانتخابات من حقه يستخدمها. هنعمل مبارزه بقى ونعمل فتنه في البلد ونعمل مشكله في البلد. هنعمل مشكله في البلد. يبقى ايه؟ ملوش لازمه بالعقل كده. انما السيد صبحي صالح بيقول ان دوت دعوه للالحاد. ايه علاقه ده بالالحاد وبالكفر وبالايمان؟ ايه علاقه ان انا اقول الاسلام هو الحل؟ هو فين الاسلام اللي كانوا عملتوه الحل ده؟ وانتوا معلوماتكم ايه عن الاسلام بالظبط؟ يعني معلومات الساده اللي بيحكموا البلد معلوماتهم ايه عن الاسلام؟ ما شفناش حاجه منهم اسلام خالص. النهارده جورنال الوطن عامل حاجه، انا ادعو مجدي الجلاد صديقي العزيز والاعلامي الكبير انه يطبع نسخه تاني من جورنال النهارده ويعملها ملحق لجورنال بكره او جورنال يوم السبت. لانه عامل حاجه في قيمه للغايه، عامل ملف قيم للغايه. ماسك الاخوان المسلمين من اولهم لاخرهم وجايب لهم ناس افاضل يردوا عليهم. فانا ادعو زميلي مجدي الجلاد اذا كان سمعني او اي حد من الجورنال سمعني يبلغه ان الجورنال اللي اتعمل النهارده فيه ملحق. هو اتعمل للعدد كله. ده ممكن يطبع في ملحق 8 ورقات ويطبع للناس تقراه، لان مهم جدا جدا الناس تقراه. للاسف انا قريته النهارده ما شفتوش امبارح بالليل. لو كنت شفته امبارح بالليل قبل ما اجي الحلقه كنت قلت، بس طبعا ده ما كانش يلحق، ما كانش انطبع. فارجو انكم تشوفوا جورنال الوطن لانه عامل حاجه مهمه جدا 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 عن اللي عملوه الاخوان في مصر وعلاقته بالدين. ما فيش علاقه بين ان انا اقول الاسلام هو الحل وان انا ابقى مسلم وان انا بتاع، لا ما في. احنا بنتكلم في السياسه. دخل الدين ليه في السياسه بالشكل ده؟ ليه بالشكل ده؟ ليه؟ يعني واللي نبقى ملحدين ليه؟ ليه نبقى ملحدين؟ هو ده زي ما قلت لكم اللي انا بقراه اليومين دول وعمال اطلعه من الكتب، انه هم دول، يعني هم دول الاخوان المسلمين. هي دي النظريات اللي حطها حسن البنا، مش بس سيد قطب. مش احنا بننقل من حسن البنا لسيد قطب على اساس انه حصل تحول في حياه الاخوان المسلمين لما جه الشيخ سيد قطب وعمل نقله تانيه. لا، الاسس اللي حطها حسن البنا حطها كده، ان احنا حاجه تانيه. مش احنا الاخوان المسلمين طبعا هم حاجه تانيه غيرنا. احنا بقى كخه، يعني حاجه كخه كده ملهاش اي لازمه، ملهاش اي معنى، ملهاش قيمه، لان احنا في نظرهم يعني كفار، ملحدين، ليبراليين. هم مش عارفين اصلا يعني ايه ليبرالي. يعني هم فاكرين ان كلمه ليبرالي دي يعني ليبرالي يعني كافر، وعلماني يعني كافر. كل ده مش صحيح، ده كل تعريفات خاطئه يعني. على كل حال حصل النهارده اشتباك. طب نقول الاشتباك اللي حصل بين السلفيين والاخوان المسلمين. انتوا مصرين يعني؟ مصرين تحرجوني قدام الشاشه؟
طب نشوف التقرير الاول.